السلام عليكم. تعالوا شوفوا كيف أنا بعمل الملوخية، وعملت كمان جنبها شوربة رز ودجاج كتير طيبة. غسيل الملوخية بتنغسل معي 3 أو 4 أدوار مثل ما شايفين. بدعكها بإيدي بجاط كبير في مي، وبعدين بصفيها، برجع بنزلها بمي نظيفة جديدة وبرجع بصفيها، وهكذا. أنا بتاخد معي 3 أو 4 غسلات. بنبدأ بسم الله. بحط بطنجرة الدجاج اللي بدي اسلقه، وبحط عليه بصلة وشعل النار بدون مي. هون عندي دجاج مفرز. بالجهة التانية بدي قلي الملوخية، بقليها طبعا بالسمنة. الملوخية معصورة كتير منيح، ونزلتها فوق السمنة وبضل عم حركها. كل ما حركتها بتنشف. عم فرجيكم كيف بستعمل المعالق السيليكون. المعالق السيليكون ما بتجرح لا الطنجرة ولا المقلاية، نصيحة استعملوها دائما. نزلت فوق الدجاج والبصلة، نزلت فوقهم شوية زيت حتى ياخد الدجاج لونه ينطبخ شوي. حسيت انه الملوخية كمان بدها شوية سمنة، شوية دهن، يعني حتى تتقلى وتتنشف مزبوط. زدت عليها. هلا خلصت اول دفعة من الملوخية، رح نزل الدفعة الثانية بعد ما امسحها بالكلينكس حتى ما يبقى اي بقايا تحترق. سمنة، وبرجع بنزل بفرفتها بايدي وبنزلها للملوخية، وبضل بحركها حتى اشوفها نشفت. شوفوا الدجاج كيف بلش ياخد لون. تمام. بخليه على نار وسط على هادية. تتذكروا كل فيديو بعد لكم هالمعلومة، خلوا كل المطيبات بمكان واحد. لومي، ورق غار، حبهال، كبش قرنفل، كله بخليه بمكان واحد واشتغل فيه. نزلت المطيبات فوق الدجاج. الدجاج عم بياخد لون كتير حلو، والملوخية ما بتركها من التقليب. شايفين لون الدجاج كيف صار؟ هلأ بينزل عليه المي السخنة وغطيه، خليه يستوي على مهله. أخدته على الغاز الثاني، راح اشتغل على الملوخية. هي تاني دفعة ملوخية تقريبا صارت جاهزة. خلصنا الدفعتين. نزلت الملوخية بطنجرة، مو طنجرة الدجاج عم ينسلق على النار، رح يخلص. حطيت الملوخية بطنجرة وفوقها مية الدجاج. هون اجت بنوتي بقى، بنوتي عمرها 10 سنين، بتحب تشارك بكل شي. حطيت عليها مية الدجاج وغطيتها، واجت البنوتة الحلوة قالت بدها تساوي لي الرز. حطت سمنة، وللأسف الشديد طلع ما عندي شعيرية، والملوخية صراحة ما طيبة إلا قدامها رز بشعيرية. هذا اللي صار. الله يرضى علي، حطت لي الملح، حطت لي بعدها شوية بهار، وتركتها وراحت تلعب طبعا مثل العادة. نزلت عليها المي السخنة بعد ما حمصت الرز شوي وغطيته. هلأ على جنب خطر عبالي خاطر، بما انه عم بسلق دجاج، خطر عبالي نقعت كمية منيحة من الرز القصير، اوكي، بمي سخنة وحطيته على النار. هي بقى على جنب الرز القصير. هلا رجعنا للملوخية. الدجاج تقريبا استوى. نزلت الدجاج فوق الملوخية وزدت كمية المي، لأنه شفتوا بالأول أنا ما بكتر لمي، يعني ملوخيتي ما فيها مرقة كتير، 3/4 ناشفة. حركتها وغطيتها. هلا جيت على التقلاية. التقلاية أكيد بسمنة، وأنا بحط بعدين شوية زيت. نزلت الثوم. هلا المقادير حسب الرغبة، في ناس بياكلوها التقلاية يعني تقريبا 25% من الملوخية، وفي ناس بيخففوا. أنا ما بكتر. أنا شوفوا حطيت السمنة والثوم قبل ما شعل النار. حطيت السمنة والثوم وشعلت النار حتى ما يحترق الثوم. بس بلش الثوم تطلع ريحته، نزلت عليهم فليفلة. دبس الفليفلة ومعجون الفليفلة هو مثل معجون الطماطم بس من الفليفلة. حطيت نوعين، حد وحلو، يعني بارد وحار، بس حطيت الحار أقل لأنه عندي أولاد صغار. وبعدين زدت عليهم شوية زيت ونزلت الملوخية. أحلى شي لحظة التقلاية، وأحلى شي لما بناخد من مرقة الملوخية ومننزل على التقلاية. هاي من الطقوس، يعني هاي من أساسيات طبخ الملوخية. وكمان بحركها شوي وبرجع بغطيها. على جنب لما انسلق الرز القصير، تعالوا شوفوا شو بدي أعمل فيه. شلت كمية من الرز القصير المسلوق ونزلت عليه من مية سلق الدجاج. بعدين نسلت قطع دجاج، نسلتها تنسيل قطع صغيرة، نزلتها فوق الرز والمرقة. حطيت عليها بهار عادي وفلفل أسود وملح. بحركهم وبغطيهم على النار. برجع لعند الملوخية بقى.
آخر مرحلة هو الحامض. أنا بحط حامض وما بعد، يعني بضل بعصر حامض لحتى توجعني إيدي، بس عندي بالبيت ما بيحبوا الحامض زيادة، فهون عصرت حامض على القد كتير، بحيث إنه مثلا أنا بزيد بصحني وملحتها. أنا بملحها آخر مرحلة حتى تستوي، وهي كانت النتيجة ما شاء الله كتير 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 طيبة. ومثل معظم العائلات السورية اللي نسمي الملوخية عنا ملوكية، وهي الأكلة اللي الكل بيفرح يوم اللي بطبخها. اشتهيت جنبها صحن تبولة صورت لكم إياه على السريع، كمان بنوتي كانت حاببته. لحتى أرجع للشوربة كملها، أهم عنصر بهي الشوربة هو العصفر. العصفر بينفرك بالإيد لحتى ينزل ويحل لونه وطعمته، وهو أطيب شي فيها العصفر. وهلأ شوف رح أحط لها بقدونس، هن أطيب شغلتين فيها. بعد ما أسكبها ما بحط البقدونس بالطنجرة حتى ما يروح لونه ويروح خضاره، بنزل عليها البقدونس وإن شاء الله 100 صحة وعافية. الأكلتين كانوا كتير طيبين. صلوا على سيدنا محمد والله معكم.